ماشي يا اسطى، انا بتكلم على حته الامل، انا عاوز اقول حته الامل كل ما اقولها طب بتبوظ. اتفضل قولها. فاث. شفت الفاث؟ الفاس. 7, 6, 11, 5. Stop to reload. You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. There's something inside that they can't get to. It's yours. Hope. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ذا لينس. حلقة خاصة النهاردة، حلقة عن الأمل. أكيد مش هعيد الإفيه تاني. ماشي. حلقة خاصة النهاردة يا جماعة عن فيلم ذا شاوشانك ريديمشن، عن الأمل عامة، الأمل في الحياة. الأمل حلو عامة، يعني أنا بحب الأمل. أنت بتحب الأمل يا زياد؟ اتكلم عن نفسك يا صاحبي. أنت بتحب أمل؟ لا. يعني بتحبش أمل؟ لا، ما بتحبنيش برضه. يا عم خلصانة، أهم حاجة يعني لا أنا باتكلم بجد عامة، يعني أنا باتكلم بجد، يعني الأمل حلو إن أنت يكون عندك، ماشي. أنت تكون عندك حاجة مشتعل فيها. هي حاجة حلوة، بس شخصيا اتخذت كتير بسببه. إيه؟ اتخذت كتير بسببه، خوازيق كتير بسبب الأمل ده، فلا يعني. لا ولا قوة إلا باتكلم على وجع قلب يا جماعة. المهم دلوقتي بالظبط. إن دي الحلقة رقم كام يا زيزو؟ عشان هننهي الموسم ده 10. دي الحلقة السادسة. عايز أخ دي الحلقة السادسة، دي الحلقة السادسة يا جماعة. الحلقة السادسة من السيزون الأول، سيزون 1 ايبوسود 6. هنتكلم عن ذا شاوشانك ريديمشن. هنديكوا بس بريف عن الفيلم للي ما سمعوش. ملخص بسيط كده، الأستاذ محمود أو زياد اللي هيقدمه. اتفضل يا أساتذة، اتفضلوا يا أساتذة. ماشي. الفيلم بيبدأ معانا شخصية أندي، بيكون موظف بنكي، شخصية ناجحة في حياته، وبيتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بيتظلم يعني من الآخر، وبتهمة إن هو قتل مراته وعشقها. وبيخش السجن شوشن، بيتعرف هناك في السجن على شخصية تانية، هي تاني بطل في الفيلم، شخصية ريد. بيكون زي ما تقول كده مسيطر على السجن شوية، بيقدر يدخل اللي هو عايزه للسجن، وبالرغم من الظلم اللي بيتعرضوا له في السجن وكده، بس أندي بيقدر يحتفظ بالأمل جواه، وبيقعد 19 سنة بيبدأ يأثر في الناس حواليه في السجن، وزي ما تقول كده بينشر الأمل للناس حواليه في السجن. وعلى مدار 19 سنة اللي بيقعدهم في السجن، بيتحول من مجرد ان هو سجين عادي، ان هو بقى شخصية مؤثرة في السجن بس. وبينتهي معانا الفيلم ان هو بعد 19 سنة بيقدر يهرب، وبيجيله بيروح يعني الجزيرة اللي هو كان عايز يعيش فيها في الأول، وبيجيله على هناك صاحبه ريد، وبس بينتهي الفيلم على كده. أوكي، ملخص فيلم يا جماعة اسمه ذا شاوشانك ريديمشن، صدر عام 1994. نوع ثريلر وكرايم، مدته ساعتين و22 دقيقة. واخد كام بقى على ام دي بي يا زياد؟ 9 من هو واخد 10. الأول. لا هو واخد الأول. المركز الأول على IMDb عامة في الأفلام كلها. ليه يعني برضه احنا هنتكلم في النقطة دي يعني في في النص. الآخر، أو في النص عادي، في اللي أنت بتحب إيه. بس هو هو واخد واخد بس من كام بقى؟ 3 مليون صوت. فده كلام كبير قوي. وواخد ريتن توميتو كام؟ مش عارف. 89%. ده حفاده حلو كويس، يعني تقييم كويس. والليتر بوكس ده يتحسب معانا ممكن تحطه عادي. 4.6 قشطة. قشطه. بالله عليك تحط انسرتات كتير يا زياد عن الحاجات دي، المخرج حاضر. كام على ام دي بي والحاجات حاضر. دي، عشان بحسك بتكسل والله بس ماشي. يعني انت لما تخدم عليه يا اسطى خدم على الحلقة. ماشي. بص يا سيدي، مش هو ترشح ل7 اوسكارز و قشطة وما كسبش ولا واحده منهم تقريبا، اعتقد. قشطة. لا، خد اوسكار بيست بيكتشر اللي هو احسن فيلم، وخد أيوة. احسن ممثل دور رئيسي، وخد احسن كتابه. ايه
بس لا خد احسن كتابه مش سكرين اهم رايتر حاجه يعني كسكرين اهم اساسي، خد سكرين رايتر اللي هو بريفيسلي اللي هو خد خلص من حاجه قبل كده يعني كتاب اساسي اهم حاجه اصلا في ده كله مورجان فريمان هو اللي في الكرو، ده يعني اللي انا هو اعرفه. اه بس هو خلص شو الموضوع. ماشي شقلب بقى الكرو مش تبعنا. ماشي انا ما اعرفش ماشي ما نتكلم. اعرفش هو خد اوسكار ولا لا، بس هو ترشح ليه في البيست بيكتشر، ما اعرفش هو خدها ولا لا. ماشي هو ماشي الشخصيه لا الاساسيه تقريبا ما خدش الفيلم، لان انا كنت سامع كلام ان هو ما خدش مهم. الفيلم. ما خلينا اعرفش. نتكلم في الشخصيتين الاساسيتين اندي وريد، مهم. صح؟ ايوه اندي وريد، ده اندي ده اللي هو مظبوط. ده اللي اللي هو تيم اتسجن ظلم روبنز في السجن. وريد ده اللي هو ايه مورجان فريم. ماشي. نتكلم عن الامل شويه يا جماعه. يعني هو الرساله اللي بيقدمها بقى الفيلم ده ايه؟ الحريه. تمام. الحريه والسجن، الامل واليأس والعداله والظلم لا والصداقه. خلينا في الحاجات المبهجه، لا اصل هي الحريه والسجن، انا بتكلم عن الحريه. طيب ما بديك فاهم قصدي؟ كونتراست بين الحريه والسجن. لا انا مش عايز كونتراست، انا تمام، انا عايز حريه بس. يا عم اللي تشوف ما شوشانك ريديمشن عامه يعني الرساله اللي بيقدمها برضو اهم رساله بيقدمها هي الامل. دم. مش على طول لان بروكس انتحر. يا محمود اه ايه يعني؟ الدوشه يا محمود. مش شرط الامل ان هو بروكس انتحر يا اسطى. لا هو بصراحه انا شايف بالنسبه لنا الامل، او انا يعني مش عارف عشان انا بحب هو الامل. بروكس انتحر عشان هو فقد الامل في الحياه ساعه لما خرج هو من السجن. هو حس من السجن هو بقى بيته وخرج من السجن عالم هو ما يعرفوش، بالظبط. فقال ان هو مش مكانه وانتحر. دي حته فقد الامل من هنتكلم. الاخر. بس هو في امل دي في حته الفيلم، هنتكلم عليها. في امل في الفيلم فعلا، دي ما اقدرش انكرها ان هو دي حته اندي هنتكلم عليها. مم. بعد ده كله انا موجود. برضو هسالكم في نص البودكاست اشمعنى بروكس انتحر والتاني اندي قعد برضو 20 لا سنه ما عشان بروكس يا اسطى كان معمر، بروكس قعد كتير قوي في السجن، عاش حياته كلها خد جوه. بالك برضه بروكس كان راجل عجوز يعني خارج هو كبر شويه بس برضه على قد كده هو ممكن يقدر يتحرك، غير بروكس كان راجل كبير بالظبط. اخر حياته خارج من طيب العالم المهم نتكلم الحته بتاعت الامل دي، انا عايز اقولها يا اسطى بعد اذنكم. اتفضل يا صاحبي. المهم دلوقتي يا جماعه ان هو واخد دلوقتي، احنا قلنا واخد الاول على ام دي بي. اه ايه كانت شيلها في ايوه المونتاج. شيلها في ايوه المونتاج. بياخد واحد على ام دي بياخد الاولاني، عايز ايه؟ ماشي يا اسطى، انا بتكلم على حته الامل، انا عاوز اقول حته الامل كل ما اقولها طب بتبوظ. اتفضل قولها. مش حاسس يا اسطى، مش حاسسها. عمر ما تسيبنيش معاك يا يعني عمر، ما تسيبنيش هي معاك باظت بالله. باظت 3 مرات يا اسطى. الهرمونات دي ما تطلعش علينا احنا والنبي في البودكاست، اهدى بقى. طب ما هي باظت 3 مرات، طيب أو يعني اعمل ايه طيب؟ قولها اخر مره. ماشي. الفيلم بيتكلم عن الامل كوسيله للبقاء. ماشي. هل ده دايما صح ولا غلط؟ يعني بص انا عامه بحب الامل. ماشي. انت بتحب امل يا زياد؟ لا وامل ما بتحبكش. دي حقيقه ما بتحبنيش فعلا. ماشي. اهم حاجه بص، اهم يعني الامل، يعني الامل بالنسبه لي ايه؟ ان هو يكون حلم مثلا ولا ايه؟ ما يعني انت الامل بالنسبه لك ايه؟ لا مش شرط فعلا، ممكن حاجات كتير، ممكن مثلا انت مثلا باباك او مامتك لا قدر الله، يعني لا قدر الله، او حد من عيلتك تعبان على وشك الموت في المستشفى وعندك امل ان هو يفضل عايش، هو ستيل امل. خلي امل مثلا، امل خلي امل دراسي، عن حاجه. امل دراسي انك امل انك تنجح تنجح. برغم انك ما ذاكرتش. ايوه. امل امل انت امل فاهمني، انك تبقى غني في يوم من الايام. انك تحقق حلمك، كل دي امال. ايوه فاهمني؟ بس ايوه للاسف اغلبها ما بتتحققش، يعني انت لو ما ذاكرتش مش هتنجح، حتى لو في امل زي بالظبط. وضعي ووضعك كده. وضعي ووضعك بالظبط، هو حرفيا ده اللي بتعبر عننا احنا الاثنين يعني. لا نشيلها في المونتاج دي، ما ينفعش. ماشي. المهم يعني ان الامل، يعني مثلا انا مثلا الانسان من غير امل ما يقدرش يعيش. ما هيبقى تعيس عامه. يبقى حياته بالظبط. مالهاش معنى من الاخر. بالظبط. ايوه. يعني انت لو ما عندكش حاجه، انت ما عندكش حاجه تعملها، يعني ما عندكش امل انت متعلق بيه، ما عندكش، فانت هو لا هتبقى هو انا أصلاً ممكن ملهاش هو انا ممكن يبقى عندي حلم في حياتي، بس انا ما عنديش امل الكافي اللي يخليني يعني احققه. اللي احققه او ان انا اجري وراه. هو مجرد حلم بحاول، ما عنديش امل ان انا اسعى له، ما عنديش شغف ان انا اسعى له، فمش هحققه.
بس إنه يكون موجود يعني دي حاجة كويسة، أصل أنت عايش من غير بس أنا الافراط في الامل متعب، وخصوصا لو اتخذلت. بصراحة مم. واللي هو يعني إنك ترفع سقف توقعاتك لحاجة ده خصوصا لو هي مش منطقيه، خصوصا لو حاجه مش بيحسسك بأرض منطقيه. الواقع، بيبقى صعب أوي. مهم. ماشي، نرجع تاني لموضوع الفيلم عشان إحنا تمام شاركنا. تمام. إحنا قلنا بقى هنتكلم عن إيه؟ شوية الأسئلة بقى الوجودية اللي موجودة في الفيلم أصلًا. تمام. الحريه، ايه مفهوم الحريه بقى؟ لأ، مفهوم هل الحريه. استنى مفهوم أندي استنى إن أندي اسال كان الحريه الاول. ماشي. ايه مفهوم الحريه بالنسبه لك، بما انه اندي هو كان عايز يعيش حريته وبروك كان عايز يفضل في السجن، فايه الحريه بالنسبه لك؟ إيه هو مفهوم الحرية أصلًا؟ اه يعني الحرية دي إنك تعمل أي يعني حاجة أنت انا عايزها في أي اصل وقت بص أنت عاوزه. على لو طبقناها على الفيلم، فواحد عايز يعيش ويطلع بره السجن، والتاني عايز يفضل في السجن، ولما أيوه، خرج قتل نفسه. مم. حلو. فايه بقى الحريه بالنسبه لكم، بما ان الوضع كده مختلف ومختلف الفيلم نوعا ما؟ بُص، هو كل واحد هيعرّف الحرية ما أعرفش، ممكن حد يعرّفها بطريقة تانية، بس أنا بالنسبة لي الحرية إنك تعمل اللي أنت عاوزه مهم. في أي وقت أنت عاوزه، أي حاجة أنت عايزها في أي وقت أنت عاوزه بدون قيود، ما دام ما بتضرش غيرك، ما دام ما بتضرش غيرك. ما دام ما بتضرش غيرك أو أنت يعني كنت لسه هاجيبها من حتّة تانية، اللي هو مم. أنت يعني ما دام صح، يعني أنت بتعمل حاجة صح. ماشي، بس برضه الصح والغلط ده مفهوم نسبي قوي بالنسبه للشعوب. يعني الصح والغلط دي مفهوم مايع شويه بالنسبه للشعوب، أيوه، أيوه خصوصا أكيد. على حسب مرجعيتك انت الشخصيه عامله ازاي، مرجعيه دينيه يا عم اخلاقيه. هو انت فاهمني؟ إحنا اللي مم. أصلًا يعني ما يكمّلوش 20 واحدة لو اسكت يا اسطى مش حد يخلص. انا بتكلم عامه، انا ما بتكلمش دلوقتي على الناس اللي بتتفرج علينا يعني. قشطة، قشطة. قال لك شعوب. يا عمي لمّا شعوب ما بتكلمش على اللي بيتفرجوا علينا، لا اله الا الله. ماشي يا عم، ماشي ماشي يا عم اتكلم. ماشي. المهم دلوقتي إن برضه كمل. ماشي، ما ده يعني دي الحرية، دي الحرية بالنسبة لي، أنا قُلت لك في أي وقت، في أي وقت أنت عاوزه، ومحمود. أي حاجة بس. أنت بالنسبة شايف لك ان هو نفس الكلام، مفيش حاجه سواء هو انك فعلا تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها براحتك من غير، بس الفكره كلها انك ما تاذيش غيرك. اي ماشي، مفيش بس حاجه تانيه هل تتعمل. الحريه ممكن مفهومها يتغير معانا بالبيئه؟ يعني هل انا اتحطيت في بيئه غيرت مفهوم حريتي عن اه نفسي وعن العالم، ممكن ان انا اتغير بسببها؟ اه إيه زي يعني؟ الفيلم. زي البروكسي كده. مم. هو كان شايف حريته جوه السجن مش بره السجن. مع ان البيئه كانت ظالمه، مسجون ومحبوس. إمم. بالظبط، بس هو يعني هو بروكس حالته مختلفه مهم. شويه يعني في الفيلم، زي فاهم، لان هو حياته كلها تقريبا عاشها جوه السجن. مهم. هو لا شاف عربيه ولا شاف موبايل ولا ايوه فاهم. فهو برضه هو اول ما خرج هو بالنسبه له بيئه غريبه، بيئه مختلفه اللي هو اتعود عليها، وكان صح تقريبا حياته كلها جوه السجن عايشه جوه المكتبه. صح. فاهم. الاكل بيجيله، مهم. كل حاجه بتجيله جاهزه، على قد ما مهم. هو كان بيتظلم بس. لكن عكس اول ما خرج من السجن، هو مهم. لا عارف حد ولا عارف اي حاجه. بدا قال ان هو هيشتغل، مهم. بس لما اشتغل لقى نفسه ان هو راجل كبير في الاخر، فاهم. مش هيقدر يأدي في الشغل زي ما هو عايز، هيتبهدل هيتهان مش عارف ايه. قال لا خلاص على ايه، وقدر وخسر الامل من الاخر، يعني خسر مهم. الامل في الحياه. اول ما خسر الامل في الحياه بقى شاف انها حياه مالهاش معنى مالهاش لازمه. او ممكن الامل عايش نفسه، ليه؟ ممكن الحريه نفسها متعبه. الحريه تختار متعبه في حد ذاتها. مثلا القرار الكبير في السجن، عايش بالنسبة لهم متعبة عشان بيتجاب لي الاكل، صاحي مواعيد نوم بمواعيد، شغل أيوه ما ده والمحيط الحياه العاديه الروتين ماشي على لوحدي. روتين من الاخر. ما حد ما حدش ما حدش بيرعاني، فبقيت طول الوقت انا اخد قراري بنفسي، فده ممكن ده صعب على الراجل الكبير اتعود على الروتين. مم. فهل بقى الحريه أيوه. الحريه ممكن. ملتزمه ملتزمه بالقوانين دي كلها؟ الحرية مالها؟ مم. بتلتزم بالقوانين دي كلها؟ يعني هل لو اديتك حريه، بس انت كنت مثلا متعود على وضع معين، هل مش هتستحمل وتحس انك ده مش حريه والاولاني كان حريه، مع ان الاولاني ما كانش حريه، كان ظلم كبير؟ أيوه، أيوه. هو بالتالي كلها يعني على التعود في الاخر. ممكن تبقى التعود فعلا. لكن بس خش ما اول اظنش سؤال حاجه يا عم. تانية تتقال في السؤال ده. خش اول سؤال يا يا عم. اسطى، أنت طوّلت في السؤال ده أوي على فكرة. خش اول سؤال.
ما اصل مفهوم الحريه ممكن كبير عامه وصعب ان انا المه في 5 دقايق، بس كمل عامه. ماشي، طب ما الامل، ما احنا الامل لميناه. لا كمل على اول سؤال. تعتقد ان عندي بريء قانونيا؟ ماشي يا اسطى، ما هو ده كده كده اقوله. خش بقى اول سؤال. هل تعتقد ان اندي كان بريء فقط قانونيا، ولا كان بيحمل ذنب داخلي من نوع اخر؟ امم لا، تاني. هل تعتقد ان اندي كان بريء فقط قانونيا؟ يعني ايه فقط قانونيا؟ يعني هو حاسس بذنب ان مرته خانته مثلا؟ هو كده كان بريء قانونيا. دي ما اختلفناش فيها. يعني ايه بقى فقط قانونيا؟ يعني هو مثلا كان حاسس بذنب ان مراته خانته؟ كان هو حاسس ممكن يكون زي ما تقول هو حاسس بذنب ان هو قصر مع مراته، ممكن. ان هي في الاخر وصلت ان هي خانته. لا، هي مفيش حاجه اسمها اصلا مع مراته. ممكن اصلا يعني مراته تخونه من غير اي حاجه وهو مديها كل حاجه. دي ما اختلفناش فيها، لكن بتكلم ممكن برضه بيفضل برضه الانسان جواه حاسس بنوع من التقصير، اللي هو طب انا عملت لك عشان تخونيني. زي ما تقول كده هو اه. حاسس بذنب فاهم، ذنب غير مباشر ان هي مراته اتقتلت، مهم. وان هو في الاخر دخل السجن، ايوه. دمر حياته من الاخر. مهم. حياته دمرت من ان هو كان مستقر بس. ولكن قانونيا لا، هو كان بريء طبعا، ما عملوش اي هو حاجه. كده بريء، دي ما اختلفناش فيها يعني. ماشي. مم. خلاص. السؤال اللي بعده حلو على فكره. ماشي، لو كنت مكان أندي هل كنت هتقدر تستحمل كل اللي حصل له بنفس الثبات ده؟ اكيد لا يعني. لا طبعا مستحيل. مش انا بصراحه مش يعني مراتي تخون، اخش السجن ظلم مهم. واقعد، اكيد لا. مش بنفس الامل ده. ولا حتى يعني بنفس لا، الوفاء. يا عم هقول لك هقول لك بس كانت هتيجي نقطه هنفجر فيها خلاص، بالظبط فاهم؟ بالظبط. خلاص اللي هو كده اصل جبت هقول اخر لك مشاعر. انا اتظلمت، دخلت سجن ظلم، مراتي اتقتلت وخانتني، وكنت بيتم التعدي عليا في السجن من شواذ و اه الو. ده حقيقي. انا ما ايه. طب قولوا ايوه قولوا ايوه قولوا دي حقيقه هصيغها حصلت. هصيغها قولوا ازاي؟ هصيغها قولها ازاي؟ بالانجليزي، قولها انا بالانجليزي مش محدش ياخد فاهم. باله. قولها ماشي. بالانجليزي محدش ياخد باله. و... وعشت 20 سنه من عمري وانا بحاول اهرب، فهل انا اصلا هيبقى عندي امل ان انا بعد ده كله هعرف اهرب؟ اكيد لا. وافضل طيب. احاول ومكتبه واشتغل محاسب عند الضباط. لا الموضوع هيبقى صعب قوي عليا عامه. مم. الفيلم بيتكلم عن الامل كوسيله للبقاء. ايه ده؟ قول. ماشي. الفيلم بيتكلم عن الامل كوسيله للبقاء، هل ده دايما صحيح؟ أم، هو بصراحه الامل يعني هو مش دايما صح، بس هو وسيله للبقاء. هو او مش دايما صح يعني. بصراحه الامل انا اتكلمت عليه في الاول. لا هو مش دايما صح. لا، هو الامل دايما صح. لا يعني فاهم. هو مش الصح المطلق، بس هو انت لازم يكون موجود. هو لازم يكون موجود كده كده عشان تعرف تعيش. بس هو ده اللي انا قصدي عليه، دي الاجابه اللي انا قصدي بس هو اقولها. مش دايما صح. ما هو مش لا دايما هو طبعا صح مش زي بس. ما قلت لك يعني. احيانا كتير بيكون ايوه. كذاب اصلا. هو بالظبط يعني، مهم. مثلا اندي مثلا لما اسمه ده ان هو قعد 20 سنه بيخطط ان هو يطلع من السجن. ريد لما خرج من السجن ما كانش عنده اي امل في الحياه، فضل متمسك بالرساله اللي اندي كان سابها له قبل ما يخرج، ان هو يروح عند الشجره مهم. عشان يقدر يجي له. مهم. فاهم؟ برضه نفس الوقت الامل يعني مثلا زي بروكس، ان مهم. هو ما كانش عنده هدف بعد ما طلع وفقد الامل فانتحر. صح. هو الامل بس مهم يعني من الاخر لو انت وجوده. حطيت هو يعني انت لو هو حطيت هو امل من الاخر كده حاجه مستحيل، انت عارف انك مستحيل تعملها على امل، حاجه مستحيل هو انا تحققها، مهم. هيبقى حاجه سيئه جدا. صح. هي من الاخر كده هتدمرك يعني. مهم. ممكن نقول هو ده انا زي اللي حصل مع بروكس، يعني ان هو كان حاطط امل ان هو يخرج بره الدنيا تبقى معاه بيس، يبقى لا خارج الدنيا وحتى كلها لا تمام، لو بس لا فاكرين قبل ما يخرج من السجن، لما جاله قرار الاعفاء كان حاول يموت واحد من اتضايق اللي معاه عشان خاطر يفضل عشان محبوس. يفضل. مم. فده واحد عايز يفضل هو كان عايش. خلاص فاهم. اه بس انت ايه رايك يا عمرو؟
انا مش سايبكم تتكلموا. وقفنا فين؟ آه هل الامل عاش في اندي العاش عليه اندي مثالي ولا غير واقعي؟ غير ايه واقعي طبعا. ايه انت يا عمرو السؤال ده؟ معلش، طب يا جماعه نرجع تاني. يلا. هل الامل اللي عاش عليه اندي مثالي ولا غير واقعي؟ هو طبعا غير واقعي. هو غير واقعي بالمره. هو غير واقعي طبعا مثالي وغير خالص. واقعي، هما الاتنين مع بعض، فيها اتنين مع بعض. هو مثالي وغير واقعي. ايوه يعني بص، هو غير واقعي لان مش طبيعي ان حد يحفر بفاث. فاث. شفت الفاث؟ الفاهم. 20 سنه ومحدش ياخد باله ان هو يعني مفيش هوا طالع من البتاع، مفيش اي حاجه تطلع الورقه اللي يعني ازاي يعني. هما بيفتشوا، محدش اتخبط بالغلط كده السلاح بتاعه قام قاطع الورقه، بانت الهول بانش اللي موجوده دي كلها. لا بس هو خد بالك، هو كان ذكي. ايوه هو هو كان كان ذكي ذكي وكل ان حاجه. هو ايه، بس قدر ان هو يخبي زي ما شفت لما كان بيخبي بتاع جوه اللي هو كتاب الدي ان سي. ايوه هو قدر يوهم برضه، يعني هو قدر يوهم اسمه دوت اللي هو رئيس السجن ان هو انسان فاهم. كويس وصالح وبيحاول يظبط اموره وكده. بالظبط. وان هو كمان كان خلي بالك موضوع ان هو كان بيساعد الضباط دوت، فالضباط كان اللي هو مفيش قلق بيخدموه، منه يعني. ايوه صح. بالظبط. ولكن الفيلم بيطرح فكره ان الناس اتعودوا على السجن، هل ده بيحصل فعلا في الحياه؟ لا آه يعني في اتوقع ان مثلا عندنا في مصر هنا لا طبعا. السجون اللي عندنا ما يتعش فيها اصلا. اساسا دي يعني. حقيقة. احنا مش عارفين نعيش بره اصلا، انا نعيش في السجون. صح عامة. فماشي. لا يعني بقول لك ازاي بيصور الفيلم النظام العقابي الامريكي، وهل في نقد معين من المخرج؟ ايه ده؟ ايه السؤال؟ ده ايه السؤال اكيد عامة، الدل؟ هو في كتير نقد المخرج عامة، لان المخرج باين حاجات كتير قوي في السجن وحشة، زي سوء معاملة السجناء من الضباط، وزي التسيب اللي في السجن الهومو سيكشوال زي ما انت عايزني اقولها هاي، مع باقي المساجين. في تسيب كبير من النظام الامريكي في السجون عامة. والمخرج قال كده بصريحة. يعني فاكر يعني والله لما والله قتلوا الظباط، قتلوا واحد في يوم ما جابوهم من السجن، قتلوا واحد في وسط القاعة بالضرب. ايوه اه لا في، والمخرج باين كده كذا مرة. ايوه. طب هل كانت نهاية الفيلم مرضية؟ اه. وهل كانت واقعية؟ لا هي بص، هي مرضيه بس مش واقعيه. لا بص، هي مرضية يعني جدا. هي مش واقعيه خالص. مثال. خليني يا اسطى، خليني اقول لك ان هي مرضية. يعني احنا قلنا الفيلم اللي فات ان النهاية كنا عايزين، فاهم قصدي؟ كانت عايزه كانت تتغير. كان في نهاية احسن من مش كده مرضيه. ايه ده؟ النهاية هنا حلوة. ودي مم. من النهايات، بص دي من النهايات السعيدة اللي بتشتريها. اه فاهم قصدي يا زياد؟ معاك. معايا؟ بص، هو انت عارف رأيي بصراحة في حوار النهايات ده، انت عارف رأيي عامة من زمان، انا مش هو انت ما بتحبش الفيلم يخلص عامة؟ دي واحدة من الحاجات اللي انا مقتنع بيها في الكتابة عامة، خصوصا في الكتابة. نفس اللي نفس هو انا النظام. لازم اقفلها قفله مفتوحه، يا اما قفله مفتوحه تخلي فيه احتماليه لسيزون جديد، يا اما اخلي المشاهدين يفكروا. ايوه بس ماشي. وهل كانت واقعية؟ آه... لا. يعني مفيش حاجة واقعية في الفيلم عامة. خلينا نكون منطقيين شويه، واقعي في الفيلم خالص يعني. مم. بس فنكمل. هل تتوقع ان اندي وريد عاشوا فعلا حياة حرة في النهاية؟ اكيد اكيد. بعيد بقى عن السجن وفي حالهم على البحر. اه لا ثواني يا جدعان، هل ممكن يبقوا زي بروكس؟ ممكن هما اتعودوا لا لا بس ممكن. خد بالك. لا ما اكيد لا، اكيد مش ده ثواني بس بروكس خد يعني. بالك. ثواني عندي ثواني عندي لما طلع في الاول فعلا عايز زي بروكس، وراح اسمه دوت، مهم. وراح اشتغل في سوبر ماركت لحد ما يقدر يوصل للمكان اللي هو عايزه. انا بس هقول وجهة نظري. لا انا كواحد عشت في السجن 20 سنة، اتفرجت على ثقافة مختلفة، عالم مختلف،
ناس مختلفه، بيئه مختلفه. انا فاهم ان انا مش هرجع السجن تاني، بس انا اكيد بعد فتره سنه سنتين هحس ان انا غريب، هحس ان السجن بالنسبه لي كانت يعني عشت هناك فتره طويله قوي لدرجه ان انا نسيت حياه الشارع. ماشي، ما هو ده، ما انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده يا جدعان، قلت لكم ان اندي وبروكس، يعني اندي طلع على طول وقام متاقلم على الحياه اللي بره، وبروكس لا لا. انا ما عنديش مشكله ان انا اتاقلم او ما اتاقلمش، حتى لو اتاقلمت برضه هفضل عندي شويه. طب ما انا مش عارف اعيش هنا برضه، زي تروما ده كده. مش بيئتي ودي مش ثقافتي اللي انا دخلت السجن بيها. ايوه ففي شويه غربه نوعا ما في حياته برضه، ده في الموضوع مش هيبقى سهل عليه ان هو يتعود مره واحده يعني. طب هو بيقول بس لك ما اظنش السؤال يعني الفيلم ما بينش حاجه زي كده عشان ده اه يبين الامل. انا فاهم، بس اكيد في المستقبل حصل كده، وبالنسبه لي على هو الاقل يعني. السؤال يا جدعان كان متقسم، اللي هو هل هي عايشه فعلا حياه حره في النهايه، ولا كانت مجرد لحظه قبل، يعني لحظه حلم قبل النهايه. هو انا بصراحه انا شايف ان هم عاشوا حياه حره خلاص. لا هو انا شايف كده برضه، هي حياه حره، انا مش معترض ان هي حياه حره، بس بتكلم فكره هل من جواهم هم هيبقوا مبسوطين. انا شايف اكيد هيبقوا جدا مبسوطين. بصراحه. مش عارف بصراحه. اللي بعده. المهم، الفيلم بيطرح فكره بقى، مهم. يعني الفيلم بيطرح مم. فكره دلوقتي. هو السجن مش بس جدران، السجن جواك، هل بتتفق؟ وهل شفت ده يا حواليك؟ اسطى انا بص، هو اولا السؤال ده في كذا جواب، وفي جواب منهم هيودينا السجن فعلا، فنبعد شويه عن الجوابات اللي هي ده ايه ده بقى؟ الملخبطه دي، وخلينا في الحاجات النفسيه اكتر. آه السجن مش بس جدران، السجن جواك. لو انت شخص انطوائي نوعا ما، او لو انت حد مش بيعرف يعبر عن نفسه عن اللي جواه، هيبقى في سجن جواك كبير، خصوصا لو انت شخص حواليك ناس كتير بس مش عارف تعبر عن اللي جواك بحريه وكده، امم فانت هتبقى مسجون اكيد. ايوه وقال شفت ده ايوه. حواليا، شفته في حواليا، شفته فيا، شفته فيك، شفت ناس كتير قوي. موجود بدرجات مختلفه عامه. امم ده غير كمان إن هو السجن السجن مش جواك، جواك، غير كمان السجن ان السجن ممكن يبقى جواك ده. وراك مفروض عليك حتى لو مش يا ابني مسجون. لا، انا قصدي السجن جواك ده سجن الخوف، انت قصدك على سجن الخوف. وبرضه ممكن يبقى سجن جواك، والسجن مثلا مفروض عليك من بره، سجن مثلا من الدوله او من الاسره او من اللي حواليك عامه. ايه علاقه الدوله ممكن يعني دلوقتي؟ مثلا انت عايز تحبس يعني وخلاص. م? طب ممكن ليه؟ يعني ثانيه. يعني هو ممكن يكون السجن مثلا زي ما تقول، غير ان هو حاجه انك في السجن او كده، لا بس ممكن مثلا يكون شغلانه انت عايش الحياه م. بتاعتك عموما، فاهم؟ انت عايش حياه روتينيه كل يوم، صح اللي بتطلع من صح روتين انت مش قادر يعني مثلا تطلع من الروتين ده، ساقية انت بتلف فيها مش عارف صح. فانت بتبدا تمل من الحياه كل ده سجن عامه، كل ده سجن حرفيا. بالظبط. ماشي. بقى. هل الامل قوه ولا ضعف؟ لا، وامتى ممكن يكون الامل خطير؟ لما يكون امل مبني على احلام، او على حاجات حاجه ما غير لهاش واقعية. ارض، ما حاجات حاجه ما مستحيله لهاش. من الاخر. بالظبط، حاجات ما لهاش اسم بالصحه والواقع وكده، ساعتها دي بيكون الحاجات خطير. دي الحاجات اللي انت بتتخيلها قبل ما تنام، دي السيناريوهات اللي انت بتتخيلها بالظبط. قبل ما تنام. لو انت تتخيل ان انت مثلا نهائي كاس العالم وانت تجيب جول بيكسب فريقك في نهائي كاس العالم. ايوه، انت بس اللي بس بتجيب ده مش امل، ده احلامك اللي راحت في مهب الريح، عشان خلينا نكون صراحه. ده مش امل. الامل في حاجه مثلا زي شغلانه انت بتحاول تسعى لها، او منصب بتحاول توصل له، او حلم بتحاول تحققه، بس انت باني حياتك او الامل ده مبني على ارض مش صلبه قوي، فانت في مرحله مم. ما هتقع وهتكتشف انك كنت يعني بتجري في حاجه مش هتعرف توصل لها. بس هو بيقول لك امتى ممكن الامل ده يكون خطير، يعني في الوقت في اللي انت نفس بتقوله ده. المرحله دي في نفس المرحله دي مم. انت شايف ايه يا من الاخر هو محمود؟ الامل محتاج حد واعي من الاخر، فاهم؟ اللي هو مهم. يعني انا عندي امل في حاجه انا عارف ان هي ممكن تتحقق، ويعرف يوازن ما بين مش امل في الامل حاجه. والواقع. بالظبط، لانك مثلا لو انت كان عندك امل في حاجه انت عارف ان هي مستحيل تحصل، مهم. وفضلت عندك امل ومتمسك فيها، في الاخر انت هتتكسر، صح. فاهم؟ طب ايه وبرده الفرق؟ قول في قول. ناس بيبقى عندها امل حاجه اللي هو فاهم، وما يعتبرش امل شويه، بس هو بيهرب من الواقع في الامل، اللي هو مثلا مهم. يقعد ايه
تخيل انه يحصل كذا تخيلات وكذا وفاهم، تخيلات وبيحط امل ان ده فعلا ممكن يحصل، تخيلات فاهم، مم. ويبدا يهرب بقى من الواقع من كده، وبرضه ده خطير يعني. مم. بس يعني انتوا كل ما بتتكلموا عن الامل بيجي لي اللقطه بتاعت ويل سميث في ذا بيرسوت اوف هابينس لو تعرفوها، ايوه عارف، شفت الفيلم ده. واللي هو بعد ما خلص الواد اللي كان معاه. مم. كان فرح. طب ايه الفرق بين ريد قبل وبعد خروجه من السجن؟ ما اختلفش كتير على فكره. لا اختلف، لا ما اختلفش كتير، يعني انا شايف انه اختلف. يمكن الفرق الوحيد اللي شفته في ريد ان هو قبل ما يخرج من السجن كان هو متاقلم على حاجه في السجن، ما كانش فارقه معاه قوي. مم. حتى بيجيب حاجات من بره، وبيخش مثلا لما بيسالوه على ساعات الاعفاء، لما بيسالوه انا لما ينفع يخرج قبل الاعفاء قبل المده بتاعته ولا لا، كان بيرد رد بارده اللي هو ايش، طب ماشي اخرج ما اخرجش انتوا عادي. هو لما شتمهم تقريبا طلعوه تقريبا. هو ما بقاش فارق يعني اللي معاه. هو ده كان احساسي عامه، ايوه. ما كانش فارق معاه جوه السجن، هو بالظبط. عايش مع اصحابه جوه وبيجيب حاجات من بره، مش فارق معاه قوي. مم. طب هل الانتقام كان جزء من خطة أندي ولا هو كان بيدور على العدالة؟ انتقام من مين؟ من رئيس الانتقام، السجن. ايوه. ايوه صح. ولما علّى الحتة بتاعت الصوت دي، لما علّى الصوت في المزيكا، ايوه دخل الاوضه وعلى الصوت اه المزيكا. قعد متمزج. مهم. الحتة دي بتتقص وبتتمنتج وبتحط عليها أم كلثوم وحاجات كده. هل هو كان عايز ينتقم بجد؟ آه، اعتقد أعتقد برضه. لان كلنا في النهايه بنحاول ندور على العداله اللي القانون ما يجيبها لناش، زي حته بص هو عامةً الطار مثلا. ما فيش عدالة في الحياة. انا فاهم، عشان كده مثلا بقول لك حته الطار، الدول مش عارف يجيب لي حقي فاجيب حقي بايدي، بالضبط. فاهمني؟ ومن الاخر يعني هو ما كانش اللي هو فكره اللي هو ان انا هنتقم بقى واخد حقي وقت دوت ودوت، لا بس هدمر لهم حياتهم زي ما حياتي اتدمرت. بالظبط، بالصياعه، انتقم بالصياعه، فاهمني؟ بالظبط. طب نskip السؤال اللي جاي ده عشان مش juicy. لا حلو على فكره، مش juicy. لا والله حلو. الفيلم لان بطيء بس مش ممل. ليه؟ وإيه اللي خلاه جذاب؟ بص يا سيدي، الفيلم بطيء بس مش ممل ليه؟ لان الفيلم سرده ممتع. يعني الفيلم طويل نوعا ما، مش قصير برضه عشان بسرعه، بس إمم. الفيلم انت مبسوط إنك تتفرج عليه، حاسس ان انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل للشخص اللي اتسجن الظلم ده، وبتعيش احداث انت مبسوط بيها، انت فاهمني؟ يعني مثلا انت بدات في النهايه بفكره ان السجن اصلا بيقتلوا الناس الضعف والناس الجين جداد، زي ما قتل الراجل من الضرب. بتعيش مع اندي وهو بيتم التعدي عليه، مش عايز اقول من مين، بيكون صحاب. الحياه دي كلها دي حاجات ممتعه للمشاهد العادي، حاجات مش ممله، مش حوارات رتيمه ملهاش معنى، أو حوارات فلسفيه كبيره، يعني فاهمني؟ إمم. حوارات انسانيه طبيعيه كل اغلبنا بيعيشها في يومه العادي، فهي حاجه مش هتبقى ممله بالنسبه لك. إمم. ده غير كمان ان هو بيحمسك، مثلا هو قال لك انا طلب من ريد، فاكر لما طلب منه اللي هو حاجات الحفر والحاجات دي، فانت دي أيوه. اه حاجات انت عايز تعرف اخرتها ايه، فبيرمي لك كده زي هنتس عشان تستنى معاه لاخر الفيلم. عادي بيغششك. بالظبط. إمم. بس طب هل السجن بيكسر الإنسان والّا ممكن يطلع منه نسخة أقوى؟ هو أكيد بيكسر الإنسان، يعني في الواقع في الحياة مهم. الواقعية أكيد بيكسر الإنسان. وبيغيره. او مش لازمه عامه، هو بيغيره مهم. من الاخر لأ يعني. هو بيكسر يعني بس هاقول لك على حاجة، إن أنت تخش السجن ويعني إيه، وكل الناس اللي داخلة السجن بتقول لك أنا بريئة، فاهم مم. قصدي؟ اه يعني اللي اه هو يعني لو كل الناس اللي هنا بريئة وإحنا جايين الملاهي يعني، طب والّا إيه؟ ايوه صح. يعني مين اللي يعني إنك تخش أصلًا هناك، يعني أنت أكيد سلكت طريق. عشان كده في ما أعرفش. قانون، عشان كده في قانون. ما أعرفش. اصل انت لو مجرم وبتقتل براحتك، بس بعيد مثال في أمثلة فعلًا بتبقى مظلومة، يعني في أمثلة فعلًا بتبقى مظلومة. انا مش معترض، بس الطبيعي ان اللي يخش السجن يكون فعلا يستاهل، إمم. ده الطبيعي وده الاغلب حتى الوقت بيحصل. حتى اللي بيدخل مظلوم. لا انا بقول اغلب اللي بيدخلوا السجن يكونوا داخلين يستاهلوا انهم يدخلوا السجن.
اللي هم ايوه اللي مش مظلومين بقى كده، الناس العاديه اللي قتلت بقى، اللي سرق، اللي قال ايه، اللي كده يعني. ايوه بس احنا بنتكلم عن المظلومين عامة. هو اصلا السجن اصلا فكره عقاب كويس يعني، السجن كفكره هو عقاب كويس، اكيد ولا هو بس معرفش. بيمنع انتشار الجريمه في المكان اللي هو فيه؟ هو اكيد لا، هو يعني لسه هل المساجين. لو انا قتلت ودخلت السجن، هل اخرج من السجن مثلا انسان كويس؟ ما لا اعتقدش انا ما بكلمك طب اعتقدش بقى انت على حسب يعني انت كشخص عامل ازاي. ما اعتقدش ان انا ممكن اخرج من السجن انسان كويس، خصوصا لو انا مش مظلوم، لو انا دخلت السجن فعلا وانا ظالم او انا قاتل حد. لا بيتهيألي لو انا فعلا غلطت، لا هخرج عن السجن انسان مختلف، ممكن ابقى احسن كمان ممكن، بس لو قلت انسان كشخص. كويس في الاصل انت انسان لا من كويس، جواك انسان كويس. لكن لو انا بالظبط، مثلا يعني من الاخر انسان السجن زي ما تقول كده اه بيظهر حقيقتك. لو انا مثلا انسان بيظهر سفاح، حقيقتك او انت انا من جوه انسان ازاي. متعود على القتل وعلى السرقه، ما اعتقدش ان أنا ممكن اخرج منه انسان كويس، ما اعتقدش انه ممكن يحصل مع الصحبه اللي جوه السجن، مع ده كله، ده يخليني هيزود الطين بله اكتر. فاهمني؟ انا متهيألي معتمد اكتر انت كشخص من جواك عامل ازاي. بالظبط. يعني انت مؤمن بنفسك، شايف انك فاهم، ولا انت انسان جواك ضعيف اساسا؟ انت لو جواك ضعيف هتخش السجن، لا، انت هتأثر باللي حواليك، صح. فاهم، حالتك هتأثر. لكن لو انت فعلا انت من جواك شخص قوي زي ما بيقولوا، يعني شخصيتك قوية، لا انت وانسان كويس والا ده ممكن كله. فعلا تخش جوه تتحسن. بالظبط، مهم. جوه تخش تتحسن، فاهم. مهم. بس ممكن يطلع نسخة اقوى. طب احنا انا وقفت هنا عشان سرحت يا جماعة. ماشي. لو اندي ما كانش عادي عنده نخش على بعض. مهارة البنوك والذكاء، هل كان هيهرب ولا بينهار زي غيره؟ اكيد لا. لا خالص، لأن دي هي اللي ساعدته، هي دي اللي ساعدته ان هو يقرب اكتر هو ده سؤال، بديهي، ده يعني سؤال بديهي عامة، للضباط. مش ما فيهوش مم. اختلاف يعني. ماشي، ايه معنى الحرية في الفيلم؟ اه هل ممكن ايه معنى الحرية في الفيلم؟ مهم. وهل ممكن ناس تكون احرار وهم خارج السجن لكن حاسين ان هم مسجونين؟ ما دي قلناها قبل كده. على فكرة حتى الفيلم نفسه ما جاوبش على السؤال ده. ايه معنى الحرية؟ ما جاوبش على الفيلم، ما جاوبش على ده اصلا جوه الفيلم. اه يعني في الفيلم انت هو لما الفيلم، شفت الفيلم ما ما هو ده جاوبش اللي عليها بشكل صريح. ان الفيلم عن الامل مش عن الحرية. انا فاهم، وحتى الحريه برضه هو ما جاوبش على شكل صريح. يعني في الفيلم بروكس انتحر وهو فضل عايش، واندي حاول بكل طاقته ان هو يخرج، امم فما فيش حريه يعني. ما اعتقدش ان هو الفيلم نفسه جاب على مفهوم الحريه في الفيلم نفسه. هو او ممكن يكون في عليها بس مش زي الامل، يعني ما ركزت عليها قوي، فاهم. ممكن ممكن تركيزه اكتر على الامل. مهم. تمام تمام. لو كنت مكان اندي كنت هتستسلم؟ اكيد انا كنت هستسلم. 100%. ولا كنت هتخطط زي ما عمل؟ انا كده كده لا ذكي في المهارات البنوك ولا ذكي في اي حاجه من الحاجات دي، ولا لا انا بص. انا هقول لك كدب. انا كنت هستسلم، بس انا ايوه ما كنتش همشي من فكره ان انا مثلا ممكن اهرب في يوم من الايام، تفضل فوق دماغي ان انا عايز اعمل كده في يوم من الايام. مش هخطط بقى هو انت واجيب كده كده هو كده كده فاس أصلاً كل المساجين. واحفره ومش عارف ايه. لا، لو مثلا كان جه حد جه قال لي من المساجين مثلا هنهرب معاكم، هتهرب اكيد هتهرب. هو فاهمني؟ كله اكيد هيهرب. مهم. اصلا ممكن حد يخاف يقول لك لا انا ممكن ما كنت تقبضش عليا وده حكمي، لا كنت هعملها عادي. هل قابلت شخص في حياتك زي رد فاهم الدنيا لكن مم، من جوه؟ ما اظنش يعني. ولا انا. بالحكمه يعني دي سؤال لا، عبط. يعني بالحكمه دي لا، ما اعتقدش انا شفت حد قبل كده بالطريقه دي يعني. طب ايه اكتر مشهد بقى يا جماعه اثر فيك بقى وليه؟ ايه اكتر مشهد في الفيلم خلاك اللي هو اوبا اوف ايه ده؟ مم. مم. اكيد يعني اكيد المشهد اللي هو بتاع، يعني هتستغربها قوي هيكون انا بس مشهد بروكسل، مشهد مش بروكسل. لا بروكس ولا الهروب. انا مأثر فيا قوي مشهد هما بيعتدوا عليه في السجن. لا هو مشهدين، انا مشهدين بالنسبه لي. المشهد اللي هو كان معلي فيه الموسيقى قوي، مهم. والمشهد التاني اللي هو لما خلص، لما طلع ما هرب كده وبتاعه فضل فاتح ايده للسما كده اللي هو اها هرب خلاص اها والدنيا كانت. ايوه. واكيد برضو المشهد الاخير اللي هو لما كانوا قاعدين على الشط، بس ده مش قوي. لا ده عادي.
يعني هو ممكن مشهد بروكسل لما طلع كتب اسمه على الحيطة، مهم. هنا وبعد كده انتحر، وجي بعديها بفترة ريد كتب اسمه، كتب ريد واز هير برضه، كان خلاص ان هو على، شايف خلاص ان هو كمان هينتحر. مهم. يمكن دولت اكتر مشهدين يعني. ايوه مهم. بس نفس الحاجه عندي برضه، بس انا اكتر مشهد هم بعتوا عليه في السجن اللي هو الهومو لما قتلوا عليه جوه السجن، امم ده حسني بالظلم قوي ناحيه ريدي، اندي قصدي. اوكي طب اوكي. كده طب الفيلم شويه اسئله بالنسبه كمان. لنا خلص كاسئله فلسفيه. أنا بتكلم على الفيلم والتمثيل والمزيكا وكده والاخراج، انا معاكم عامه. يعني في شويه اسئله فوق برضو. اسال براحتك عادي. يعني بقول لك ازاي بيستخدم الفيلم السجن كرمز لحياه الناس اليوميه. ده اللي اتكلمنا فيه صح؟ مم. اه هو ما بقول لك اعرفش. ايه، شيل دي في المونتاج على ما الاقي سؤال. ماشي. يا عم خلاص انا كده مش لازم في اسئله كده. هل الامل اللي عاش فيه اندي مثالي ولا غير واقعي؟ احنا قلنا يعني اكيد قلنا كل الاسئله. اه بالظبط. ماشي. طب بالنسبه اصلا الموسيقى التصويريه بتاعت شاوشانك ريديمشن، يعني انت اصلا ركزت معاها؟ انا ركزت معاه لا بس هي مش بصراحه مميزه قوي، يعني حسيت ما اتعلمش معاك. عاديه يعني. اه. بالظبط، ما اتعلمش معاك بس. يعني مش ماستر بيسز. بالظبط اه. طب بالنسبه للاخراج؟ التمثيل هو اللي عبقري بصراحه، من كلهم، من الكاست كله. التمثيل اه. اكيد. وتمثيل ريد بالذات اه كلهم بصراحه انا عباقرة، شايف يعني ان هو، تمثيلهم لا كلهم وبرضه عبقرة. عندي اندي وبروكس انا وريد بصراحه شايف ريد عمل اداء. ومأمور السجن، وكلهم كانوا عباقرة بصراحة. امم فبس. طيب انا كنت هجيب اصلا الموسيقى التصويريه اسمعها لكم دلوقتي. عشان الكوبي رايتس صح. اه لا وانت صح. هتسمعها من المايك عادي ولا ايه؟ لا بلاش، مش ملاش لازمة أوي. اه بلاش ناخد ريسك، تاخد استرايك في نص المعركه، آه. لا ياخد بقى. اوكي. طب في حاجه تانية عايزين تتكلموا عليها في الفيلم؟ آه. لا. ما عنديش حاجه ثانيه برضه. اخراجين احنا كده الفيلم، كام دقيقه زي اخراجين الفيلم عظيم. ما اعتقدش ان عندي وقت عليه على الاخراج. المخرج كان ايه؟ اخراجيا الفيلم حلو قوي، اخراجيا ما فيهوش اي مشاكل اخراجيا. المخرج كان باين قوي اللي هو عايز يوصله في الفيلم بشكل بسيط من غير ما يعقد الدنيا، فالفيلم حلو. انا حاسس ان احنا يعني ما اتكلمناش بتصوير، فاهم قصدي؟ تصوير ازاي؟ يعني ايه؟ يعني احنا ما اتكلمناش عن المشاهد اللي هي يعني الايقون، الصور اللي في الفيلم ذات نفسها. هو اكتر مشهد ايكونيك في الفيلم هو مشهد الهروب بتاعه بعد ما خرج خلاص. اه، لما ده رفع ايده. الايكونيك، دي حاجه مش ممكنه يعني. لما بصوا للخرم اللي موجود لما شال اسمه ايه اه ده؟ ماشي، ده مشهد ايكوني برضه، بس المشهد الايكونيك قوي اللي هيعلم في دماغك هو مشهد الهروب. اكيد. ده اللي يفضل ثابت في دماغك فتره يعني. طيب تقييم انا بقى شايف ان للفيلم. الحلقه تقييم بقى للفيلم إن بسرعه. تقييم. والسؤال بتاع ام دي بي عايز اجاوب عليه. قوله. السؤال بتاع اللي هو هل يستاهل هو اول فيلم على ام دي بي ولا لا. انا اه عامه صح، يعني السؤال ده. لا ما اظنش، يعني في افلام تحت، يعني في افلام احسن معاه بكتير زي ايه بصراحه. مثلا، زي ايه بالنسبه لك، يعني يعني بالنسبه مثلا لك. مثلا 12 انجري مان مثلا احسن منه. تمام. ده كده كده عامه. هو احسن منه مم. بس ما يبقاش الاول برضه. ده انا بقولش الاول، انا بقول ايه الاحسن من الفيلم ده ممكن تحط في مركزه. مش شرط يكون اخد الاول يعني يعني. ايه فاهم؟ هي اتحط في مركزه، ما هو مركزه الاول. يا ابعد، لا لا خالص ان هو الاول. دي ايه احسن منه بالنسبه لك، فيلم احسن منه بالنسبه لك. لا انا افلامي انت عارفها انت، يعني انا بحب الافلام اللي هي بتاخدني في عالم تاني. الجوكر زي مثلا. يعني مثلا لا يعني مثلا انا بحب الافلام اللي هي بتاعت يعني دونجونز اند دراجونز، زي ما انا قلت لك كل مره اقول لك على انتوا مش انترستيلر. مثلا. مش عليه بصراحه.
هو حد عارف دونجونز اند بص دراجونز؟ هو انترستيلر يعني هو احسن من 12 انجري مان، قصدي احسن من شوشانك ريديمشن، بس مش الاول، وحتى مش برضه الاول برضه بس عشان خد نولان بالك اصلا. انك تدي فيلم ان هو احسن فيلم في التاريخ برضه صعب، خد لا بالك. لا مش بحسب فيلم في التاريخ، بتكلم عامة. ايه احسن من شوشانك ريديمشن عامة، مش احسن فيلم في التاريخ. يعني مثلا انا شايف ان فيلم زي الجوكر ممكن يتفوق على شوشانك ريديمشن عادي جدا. الجوكر وقت الجوكر الخاص. طب الجوكر فيلم زي لا لاند بحبه جدا اكتر من شوشانك ريديمشن بكتير. مم. 12 انجري مان، في فيلم لستانلي كوبريك، كل افلام ستانلي كوبريك احسن من شوشانك ريديمشن، كل افلامه كلها احسن بالنسبه لي. مثلا زي مم. شاينينج، وزي 2001 سبيس اوديسي، وزي ايز وات شوت، كل الافلام دي بالنسبه لي احسن من شوشانك ريديمشن. مم. فلا هو مش اول واحد بالنسبه لي اكيد طبعا. في حاجات كتير احسن منه. بالظبط. بالظبط. تقييم بقى. تقييم يا شباب ان الفيلم بصراحه حلو. لا ما انا عارف ان هو فيلم حلو، كان تقييم رقمي. تقييم 8 رقمي من 10. مثلا ياخد مني مثلا 8 من 10. 8 من 10 برضه. 8 ونص. انا ممكن اقلل شويه، انا حسيت ان انا ممكن لا لا ممكن لا يعني 8 ونص 9 في 7 الحدود. و9 من 10. لا 8 ونص 9 في الحدود دي، لأن بس هو الفيلم بالنسبه لي جميل جدا وفيلم عظيم، بس مشكلتي كلها في حته الامل. بس مشكلتي مع الفيلم كلها في فكره الامل الزايد والغير مبرر، يعني الحته اللي هي الاصرار والتصميم الغير مبرر خالص على الامل بعد 20 سنه يعني وكده. ماشي. بس ف 8 طب يا جدعان 8 ونص كده يعني. طب يا جدعان ننهي الحلقه. يلا بينا. يا كام دقيقه كده؟ ساعه بالظبط، 60 دقيقه بالظبط. انا مش حاسس ان انا اللي قعدت بعد ساعه. ما هو يا شايف الكلام كان بعد كتير. انا بعد حاسس ان احنا كده المونتاج بقى ودي. يعني انا حلو. حاسس ان الحلقه مش قوي. لا والله حلقة لذيذة. هي حلقه لذيذه مش وحشه. اوكي ربنا ماشي. يبارك. طب يا جدعان كنت شايف كل ده في المونتاج مثلا ماشي. مهم. ماشي. خش انهي. طب يا جدعان طب يا جدعان طب يا جدعان طب يا جدعان وبكده تكون دي نهاية الحلقة النهاردة، حلقة عن ذا شاوشانك ريديمشن. نشوفكم تاني في الحلقة اللي جاية. حلقة تبقى 7 بقى 6. وبيس بيس. اقفلها بفيد ان بقى. حاضر. اركتو اركتو.